من حضوركم البهي. أحباؤنا، ما ترونه أمامكم هو نتاج لمخاض غلفه الوعي من كل حدب وصوب، وعي شباب آمنوا بالعراق وقرروا أن ينصهروا حبا به ووفاء له. ما ترونه أمامكم هو ضرورة في أن تتسيد المعرفة آفاقنا المقبلة، فمنها نغير وننتج وننمو ونستمر ونبني. هؤلاء الفتية آثروا خطورة أن يتم ترحيل المستقبل بهذا الخصام مع المعرفة والعلم. استشعروا وجع بغداد ولبوا نداء أجدادهم السومريين والبابليين والآشوريين. نحن من صنع الحضارة ونحن من نحيي هذه الحضارة. أعزاؤنا، نعلن لكم اليوم عن انطلاق مشروع معرفي جملة أهدافه نشر الوعي من خلال الكتاب ومن أجل الكتاب. نعلن لكم عن انطلاق مشروع أنا عراقي أنا أقرأ. مشروع انطلق ولن يتوقف. قررنا أن نتصدى للتحدي. اتفقنا على أن نكون امتدادا للجمال بأسماء الألمعية، المتنبي، ابن المقفع، دعبل، الجواهري، أنستاس الكرملي، علي الوردي، وبقية ما حظينا به من حب وجمال. يحدونا أمل كبير بأن نغير وأن ننشر المعرفة وبأن نلحق بركب الثورة التكنولوجية. يحدون الأمل بأن نحدث ثورة في المفاهيم من خلال الوعي والمعرفة. يا من لبيتم نداء الكتاب، نتمنى أن تستمتعوا بما استطعنا أن نوفره لكم من أجواء للقراءة بإمكانات ذاتية تجردت عن أي انتماء سوى للعراق. أهلا وسهلا بكم، وشاركونا في الاستمتاع بالقراءة. نتمنى منكم الجلوس والاستمتاع في القراءة. فكرة المبادرة أن نجلس ونقرأ سوية. نتمنى أن تجلسوا وتستمتعوا بما وفرناه لكم. شكرا لحضوركم، شكرا جزيلا.